انت عارف ان الحوض ده اتبنى على فكرة واحدة بس، ممر رملة بسيط. لكن كل النباتات اللي هتتحط والخشب والصخور دولت بيحكوا حكاية الممر ده. تعال نشوف ازاي حولت الخشب والصخور لقطعة فن طبيعي. يلا بينا. اول حاجة زرعناها هي اليو اس فوسيلنس، نبات كده جميل وناعم وبيثبت على الصخور وبيدي احساس بالطبيعة القديمة كأن الحوض موجود بقاله سنين. ثبتناه واحدة واحدة بالجلو لانه حساس جدا لاي ضغط او حركة مفاجئة. لو حد جرب يزرع اليو اس فوسيلنس من غير جلو حصل معاه ايه، يكتب لنا تحت كده في الكومنتات. وهنا بقى حطيت الويبنج موس في المناطق الظل ما بين الصخور عشان تملى الفراغات وتزود العمق البصري. وبدأت احط البول بيتس في الاماكن برضو ما بين الازاز عشان تدي معايا عمق. وبدأت احط الانوبياسات على الخشب. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ نحط المونte كارلو علشان تدي احساس ان الحياة يعني بتتسلق كده على الخشب الطبيعي ده. ايه رأيك في الجودة اللي انت شايفها قدامك دي؟ كل دول بوتين بس من المونte كارلو، كمية ما شاء الله اللهم بارك كبيرة جدا. وهنا ببدأ أزرع الروتالا الاس جي سوبر ريد، لونها بيعمل توازن بصري مع الخشب كده وبتبان بشكل يعني شبه النار لما تنمو كويس. خد بالك ان الزرع ده محتاج اضاءة قوية جدا وتغذية مناسبة عشان يديك اللون ده. قدام حطيت اللوبيليا كارديناليس، ورقها بيدي شكل مرتب كده ومنظم جدا. اما الجزء اللي قدام دوت فانا خليته للهير جراس، بس خلي بالك الهير جراس لو ما ثبتهاش كويس هتطلع من مكانها بسهولة. وفي النص بقى الممر الرملي ده بيربط كل حاجة ببعض وبيديك احساس بالطبيعة ان هي كده مفتوحة او ان انت كده في غابة وطويلة، بيدي بعد للحوض رهيب. لو الفيديو ده ألهمك تبدأ في تصميم حوضك دوس لايك وابعته لحد نفسك يشوف حاجة حقيقية مش ديكور. وما تنساش تتابعني لأن اللي جاي هيكون التطورات الأسبوعية للحوض ده ونتائج الزراعة اللي بدأت دلوقتي. وعايزك تقولي برضو ايه أكتر النباتات عجبتك في الزراعة، اكتبوها لي تحت يلا في الكومنتات دلوقتي. كل حوض بزرعه بحس اني ببني لوحة بس مش بالريشة، بالحجرة وبالخشب وبالنباتات وبالصخور. كل عنصر وليه دور، كل زاوية لازم تقول حاجة. الممر الرملي ده هو السكون في وسط الزحمة، بيدي راحة للعين وبيخلق توازن في عينك رهيب. اما بقى لو دي اول مرة ليك تزرع خليك صبور، الزرع مش بس شكل، ده نظام حياة متكامل، يعني إضاءة وثاني أكسيد الكربون ومغذيات ومتابعة شبه يومية وشبه أسبوعية. لازم تعتني بحوضك كويس جدا من تغييرات مية، من تسميد، كل ده حاجات مهمة جدا لازم تكون عارفها. يعني في مثلا المونte كارلو ديت مهمة جدا ان انت تزرعها بزاوية كده عكس التيار شوية عشان الجذور تثبت اسرع. وبرضو الروتالا البلادريد لازم يعني توفر له العناصر كلها، الإضاءة والسيتو مظبوط والحديد عشان يديك لونه الحقيقي. بس كده، سلام.